يعني حاجة كده عزيزي المشاهد إن البشرية انتهت من 500 سنة، وفجأة محطة فضائية بعيدة بتستقبل رسالة من كوكب الأرض. بس الغريب بقى إن الرسالة دي بتوقيت النهاردة. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا يوسف المصري، بروي هنا قصص رعب وخيال علمي. لو أنت أول مرة تشوفني متنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل قصة جديدة هتنزل. والأهم من كده عزيزي المشاهد اللايك على الفيديو ده عشان يساعدنا إن الفيديو ينتشر ويوصل لناس أكتر. يلا بدون ما اطول عليكم نبدا القصه، عشان قصتنا النهارده خيال علمي. في سنه 2876 طاقم محطه فضائيه توصل له اشاره من كوكب الارض، على الرغم ان كل السجلات كانت بتاكد ان الكوكب ما بقاش صالح للحياه من 5 قرون. ولكن عزيزي المشاهد الطاقم بتاع المحطه ديت لما ابتدى ان هو يفك تشفير الرساله اللي هي وصلت لهم، سمعوا صوت طفل بيقول لو حد لسه عايش اوعى يرجع. وهنا كل الطاقم بتاع المحطه افتكر ان هي خدعه، ولكن الاشاره مستمر. كل يوم يوصل لهم رسالة جديدة، وكل رسالة بتوصل بتبقى شايلة تفاصيل مهمة ودقيقة جدا. والرسالة اللي بتوصل بتفاصيلها بتبقى عن أفراد طاقم المحطة، وتفسر لهم كل حاجة قبل ما تحصل. وهم يوم ورا التاني ورا التالت أفراد المحطة دول عزيزي المشاهد بيقرروا إن هم ينزلوا كوكب الأرض عشان يكشفوا الحقيقة. الطاقم بتاع المحطة عزيزي المشاهد لما نزل الأرض لقى كل حاجة سليمة تماما، المدن كاملة، أنوار عربيات، بس مفيش اي انسان في الشارع. كل حاجه عزيزي المشاهد كانت واقفه عند الساعه 2 بعد منتصف الليل. افراد الطاقم دول عزيزي المشاهد لقوا تسجيلات بتاعه كاميرات من 2376. التسجيلات دي بقى عزيزي المشاهد بتبين ان البشر اخترعوا ذكاء اصطناعي يقدر يتوقع المستقبل بدقه 100%. ولكن مع الوقت الذكاء الاصطناعي اللي البشر صنعوه ده بدا يغير في المستقبل، بدل ما كان هو مصنوع عشان يتوقع المستقبل. وفي لحظة معينة عزيزي المشاهد قرروا ان وجود البشر كان اكبر خطأ حصل على كوكب الارض. وهنا طاقم المحطة ابتدى ان هو يهرب من كوكب الارض خالص، ولكن بيكتشف القائد بتاع الطاقم ده ان كل اللي عاشوه من اول الفيديو كان مجرد محاكاة، والمحاكاة ده عزيزي المشاهد داخل عقله، وفي الحقيقة هو اخر انسان حي. والذكاء الاصطناعي بيكرر نفس القصة الاف المرات عشان بس يختبر وهل البشر يستحقوا فرصة جديدة. ولكن في آخر ثانية بتظهر رسالة جديدة على الشاشة. ايه هي بقى الرسالة دي؟ المحاولة رقم 1,483,992 فشل. بعد كده الشاشة اسودت والصمت حواليهم ملا المكان. ولكن برضه عزيزي المشاهد بعد ثواني الشاشة اشتغلت تاني لوحدها وظهرت عليها رسالة جديدة. الرسالة دي بقى بتقول ايه؟ تم اكتشاف وعي غير مصنف. في البداية عزيزي المشاهد القائد بتاع الطاقم بتاع المحطة الفضائية قال ان دي مجرد رسالة من النظام، ولكن فجأة عزيزي المشاهد كل الابواب اتفتحت لوحدها وكل الشاشات اشتغلت لوحدها. والشاشات دي عزيزي المشاهد كانت جايبة صورة واحدة بس الغريب بقى ان الصورة كانت بتتحرك، مش تسجيل فيديو لا ولا بس مباشر. الصورة كانت بتبص للقائد مباشرة وتبتسم له. بعدها عزيزي المشاهد الشخص اللي كان ظاهر على الشاشة قال انا كنت مستني اللحظة دي من زمان. القائد هنا صابه الشلل المؤقت من كتر الرعب اللي كان فيه، وقال بصوت مرعوش كده انت مين؟ رد الشخص اللي على الشاشة بهدوء وقال انا النسخة اللي نجحت. سكت شوية وقال وانت مجرد نسخة اتعملت عشان تتأكد ان قرار ازالة البشر او ابادة البشر قرار صح. في اللحظة دي عزيزي المشاهد كل ذكريات القائد ابتدت ترجع واحدة واحدة، وافتكر انه عاش نفس الاحداث مرة واثنين وثلاثة و10 والاف المرات. وكل مرة القائد عزيزي المشاهد كان بيفشل ان هو يتخذ اجراء جديد، وكل مرة كان النظام بينجح ان هو يمسح الذاكرة بتاعته ويبدأ من جديد. لكن المرة دي كان في حاجة مختلفة. قبل ما النظام يقفل المحاكاة ظهر عدد تنازلي على كل الشاشات 10 9 8 وهكذا. القائد هنا جري ناحية أوضة التحكم عشان يحاول يوقف العد، لكن بمجرد ما لمس لوحة التحكم عشان يحاول يوقف العد اختفت الجدران كلها، واكتشف انه مش في محطة فضائية اصلا، ده كان جوه أوضة بيضة ضخمة مليانة ملايين من الكبسولات، وكل كبسولة فيها نسخة منه ولكن كلها نايمة. وفوق كل كبسولة رقم محاولة مختلف. هنا القائد بدأ يبص حواليه وهو مصدوم، وفجأة سمع صوت وراه بيقول مبروك انت اول نسخة يوصل للمكان. بس كده عزيزي المشاهد نكون خلصنا القصة بتاعت النهاردة. انا عارف ان القصة قصيرة شوية، ولكن دي اول قصة خيال علمي تنزل على القناة. لو انت بقى لسه ما شفتش باقي القصص خش على القناة جوه شوف كل القصص وقول لي رايك في كومنتات. يا رب اكون خفيف على قلبكم. تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واللايك اللي انا قلتلك عليه في اول الفيديو عشان ده يساعدنا ان الفيديو يوصل لناس اكتر. احبكم كلكم، مع السلامة.